شغلنا اليوم عمل سقف بجرمية الفخار الوطني مع الأبلكاش والعوازل. طبعا أول شيء قصينا البلاط وظهرنا السقف الخرساني وركبنا فرنشات علشان نركب عليها الكاميرات، نوقف عليها كاميرات وبعدين نشتغل عليها عجال من فوق، وبعدين نبدأ نركب الهيكل الأول حديد كاميرات 12 حرف اتش مع تيوبات 6 في 3. طبعا السقف هنا على شكل ميول، ارتفاع 3 متر و60، ومن الخلف ارتفاع 3 متر. وبكده تم الانتهاء من بقية الكاميرات 12 حرف اتش، وهنبدأ بتركيب العجال. وبكده تم الانتهاء من تركيب العجال وتركيب الكاميرات الهيكل الأول الحديد، ونبدأ بتركيب تيوبات 36. وبكده تم الانتهاء من تركيب تيوبات 36، والآن بيتم تركيب الخشب الأبلكاش 9 مللي اندونيسي. وبكده تم الانتهاء من تركيب أبلكاش 9 مللي اندونيسي. والآن بيتم تركيب العازل المائي داتكو فايبر سمك 4 مللي ضغطه 160. وبكده تم الانتهاء من تركيب العازل المائي وتحريقه بالنار. المرحلة القادمة إن شاء الله تركيب مبسط وتيوبات 30-15 للجميع. وبكده تم الانتهاء من تركيب تيوبات 15-30 للجرميل، والآن بيتم تركيب الجرميل والعزل الحراري. طبعا العزل الحراري هي 2 بوصة. وبكده تم الانتهاء من تركيب الجرميد، جرميد فخار وطني حرف اس.